السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملنا قبل كده كفتة الرز وكانت جبارة، حلوة جدا الطريقة. كل اللي جربها الحمد لله بعتولي ان هي عجبتهم، لا فكت معاهم ولا كبرت ولا اي حاجة، نفس الحجم اللي احنا عملنا بيه. الحمد لله ان هي نالت اعجابكم. النهاردة هنطلعها من الفريزر، نعملها بالصلصة كده مع شوية مكرونة، ونشوف شكلها عامل ازاي. فيلا بينا نبتدي. قبل ما نبدأ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلى عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إذا عجبك الفيديو ما تبخليش علي باللايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد بمجرد ما أنا بنزله. نبدأ ببركة بسم الله. أول حاجة هنعمل المكرونة. حل على النار فيها مية سخنة، هنحط فيها شوية زيت على شوية ملح، ونكسر المكرونة. أنا بحب أعملها بالمكرونة سباكيتي، طبعا أي نوع أنت حباه براحتك. وبحب أعملها إن هي تكون مكسورة 3، بكسرها 3 قطع، وهسيبها بقى تتسلق. بعد ما بتتسلق طبعا بتشطفيها بتصفيها، وبعد كده بتحطيها في حلة لوحدها كده وشوية زيت عشان تبقى لامعة. ممكن في الخطوة دي تحطي معلقة زيت زيتون، هتبقى حلوة جدا. تعالوا نعمل الصلصة بتاعتها. النهاردة الطريقة سهلة جدا ومش هتاخد وقت. حل على النار برضو او طاسة غويطة، يعني تحطي فيها زيت وعليها توم. التوم ده انا ببقى مفرزاه في الفريزر، بصراحة بيوفر عليا مجهود، بيقعد معايا من السنة للسنة، لونه ما بيتغيرش، بيطلع طري ما بيطلعش ناشف. يعني مش بقعد اخبط في الطبق كده عشان يتكسر منه حتة، لا، شوفوا الطريقة وهتعجبكم ان شاء الله. شوحت التوم حوالي 5 فصوص كده مفرومين، وبعد ما تشوحوا برضو حطيت عليهم صلصة الطماطم. بصوا لونها عامل ازاي، اللهم بارك، حلوة جدا. انا وريت لكم كذا فيديو لصلصة الطماطم انا بفرزها ازاي وبعملها ازاي، فاتفرجوا برضو عليها هتعجبكم. حطيت كمية الطماطم، انا ببقى عاملة كمية الطبق على قد الطبخة، وبتبقى مركزة كمان. وهحط الملح والفلفل، هي دي البهارات بتاعتي. أول ما تغلي معايا هقوم حاطة صوابع الكفتة. بصوا شكلها عامل ازاي. كفتة بتطلع من الفريزر ما بتستنيش عليها ان هي تفك ولا اي حاجة، تطلعيها على طول على الصلصة أول ما بتغلي. شايفين المنظر؟ تقلبتين 3، هغطي عليها، بس هي مش هتاخد 5 دقايق لان هي اصلا مستوية. خلاص كده الطبخة بتاعتنا خلصت، يعني مفيش اسهل من كده. ولو عايزين تشوفوا طريقة كفتة الرز اتفرجوا على الفيديو، هيعجبكم جدا. بطريقة بسيطة وسهلة، وهتطلع لكم من كيلو لحمة مفرومة أكتر من 3 كيلو من الكفتة، يعني هتوفري وتزيد معاكي كمان. غرفت الأطباق، المكرونة والصلصة والكفتة، اللهم بارك، الأكل زي الفل. وكانت ريحته كمان جميلة جدا وما خدش وقته معانا، يعني ده أكلة المستعجلين. أتمنى أن الفيديو يعجبكم بإذن الله وتجربوه، وتقولوا لي رأيكم كده في الكومنتات إن شاء الله. شايفين شكل وجمال ولون الصلصة عامل إزاي، اللهم بارك، حلوة جدا. إذا عجبكم الفيديو متبخلوش عليا باللايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بمجرد ما أنا بنزله. وإن شاء الله هتلاقوا في القناة حاجات جميلة جدا وحاجات موفرة، فاتفرجوا عليها وإن شاء الله هتعجبكم. أستودعكم الله، وأشوفكم في وصفة جديدة وحلقة جديدة. ما تنسونيش في دعوة من قلبكم لو جربتم حاجة من وصفاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.